أحبوا وكرهوا، حكموا وظلموا، لم يردعهم أي أحد، كانوا مستعدات لفعل أي شيء من أجل الحكم والسلطة، منهم من ماتوا أو قتلوا بطرق بشعة. السلطانة قسم، ماتت خنقا على يد عبيدها وجواريها. شجرة در، ضربت بالقباقيب حتى الموت. السلطانة هرم، الجارية الروسية التي عشقها سلطان العالم سليمان القانوني وتزوجها، والتي لم تضع أي فرصة للتخلص من أعدائها جميعا في سبيل السلطة. كلهن جواري، تسللن إلى الحكم عن طريق كيدهن. وده موضوع فيديو النهاردة، هنتكلم عن الجواري التي لن ينساهن التاريخ. بس متنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وكومنت وشير. يتم استخدام لفظ الجواري منذ مئات السنين للعبيد من الإناث، وهن الذين استعبدوا بطرق مختلفة مثل سبايا الحروب أو الخطف من الطرق، فتصبح بذلك مملوكة لسيدها الذي يقوم بشرائها، ويحق له بيعها إذا أراد، أو مضاجعتها، أو استخدامها للأعمال المنزلية، فيحق له أن يفعل بها ما يشاء وقتما شاء، وهي لا ترث ولا تتملك شيء. اشتهرت الجواري في الإمبراطوريات والدول الكبرى قديما، فكان لهن دورا كبيرا في تغيير موازين الحكم والسياسة. وأيضا الدول الإسلامية القديمة والتي كثرت فيها، وأصبحوا صاحبات الأمر والنهي في القصور في بعض الحالات. أولا، جواري العباسيين. خلال عصر الدولة العباسية زاد عدد الجواري بشكل كبير جدا نتيجة التوسعات والفتوحات الكبيرة وتوسع أراضي الدولة. ضمن الغنائم التي كانت تصل إلى قصور الأمراء والقادة الجواري، ونتيجة لذلك برز أسماء جواري كثيرة، وأصبحوا ذو أماكن اجتماعية بارزة، منهم من أوصلت أبنائها إلى الحكم بعد أن أنجبوا من الأمراء والخلفاء، وأصبحوا من العائلات الحاكمة، مثل الجارية شغب ناعم والدة الخليفة المقتدر بالله، والجارية شرف خاتون جارية الخليفة المستضيء بأمر الله. ثانيا، جواري العثمانيين. داخل الدولة العثمانية كان للجواري حياة مختلفة تماما عن باقي الدول، خصوصا في قصور الأمراء، فكان لهن جناح ضخم خاص بهن. وعلى الرغم من شرائهن في أغلب الأوقات من سوق النخاسة، إلا إنهن أصبحن محرمات عن العامة بمجرد دخولهم لقصر السلطان. كانوا يعرفون باسم الحرملك، وهو العالم السري المحجوب عن العامة، فمنه يمكن أن تنتقل الجارية إلى السلطنة، ويمكن أن تنتقل من غرف الجواري إلى حرملك الأميرات. داخل قصر السلطان بيتم تدريب الجواري على قواعد وأصول الحرملك، ويتم بعد ذلك اختيار الجميلات منهن، ويتم عرضهم على السلطان، ويقوم باختيار الجارية التي ستشاركه فراشه كل ليلة، فإذا أحبها السلطان تصبح من المفضلات له. فالمفضلات من الجواري يعشن في جناح خاص بهم بعيدا عن بقية الجواري، وإذا أنجبت إحداهم من السلطان تصبح أما لأمير. كان للجواري رتب، وهم الكلفة، وهي صاحبة حسن الإدارة في الحرملك. 2. الجوزدة، وهي من استحوذت على إعجاب أسيادها. 3. إقبال، وهي المفضلة مؤقتا لدى السلطان، بالإضافة إلى أمينة الخزانة والمجوهرات. شجر الدر، المرأة اللغز. اختلف المؤرخون حول أصولها، منهم من قال أنها شركسية، وآخرون قالوا أنها تركية أو أرمانية، والبعض قال أنها من البدو، ولكن الجميع أجمعوا أنها جارية
اشتراها السلطان نجم الدين أيوب الملقب بالملكة صالح. كان لها مكانة خاصة في قلبه، وعندما تسلم حكم مصر عام 1240 ميلاديًا أعلن زواجه من شجرة در، وأصبحت السلطانة، وأنجبت ابنها الخليل. وقيل وقتها أن اسمها الحقيقي هو عصمة الدين. ولقب شجرة در أطلقوا عليها الخليفة لشدة جمالها. كان الخليفة يشاورها في أمور الحكم، حتى قيل أنها كانت تحكم سرًا في حضور زوجها، وعلنًا في سفره أو غيابه. الجارية التي حكمت الدولة. الحادثة الأشهر لشجرة در هو إخفائها لموت زوجها السلطان أيوب، الذي توفى في قصره في المنصورة يوم 22 نوفمبر عام 1249 ميلاديًا. فقامت بجمع قادة الدولة، وأدارت الأزمة الكبيرة التي كانت تواجهها. وانتقلت السلطة بعد ذلك إلى ابن السلطان طوران شاه، الذي حضر من الشام إلى مصر ليخلف والده في حكم مصر. وقبل وصول طوران شاه أمرت شجرة در رجال الدولة أن يقوموا بحلف الولاء له، لكنه قتل بعد ذلك على يد المماليك. وتولت شجرة در منصب سلطان البلاد، وأخذت لقب المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين. لكن لم يدم حكم شجرة در طويلا، فأجبرها رفض الخليفة العباسي المستعصم بالله ورفض الأسرة الحاكمة لحكمها على التنازل عن الحكم لأمراء المماليك. لكنها تزوجت عز الدين أيبك، وأصبحت بذلك زوجة آخر ملك أيوبي وأول سلطان مملوكي. لكن شجرة در أجبرت أيبك أن يقوم بهجر زوجته الأولى أم ابنه المنصور، وساعدته في التخلص من أكبر منافس له وهو فارس الدين أقطاي. اعتادت شجرة در أن تكون هي محور اهتمام زوجها، وحين علمت أنه يريد الزواج بابنة حاكم الموصل قامت بقتله، وأشاعت أنه مات فجأة. فقامت زوجة أيبك الأولى بدعوتها ثم حبسها في غرفة، وقامت بقتلها ثأرا لزوجها. السلطانة هيام ألكسندرا صاحبة الروحة المرحة تم اختطافها على يد تتار القرم، وهي من أصول روسية وتسمى روكسانا أو ألكسندرا. كان لها جاذبية لا تقاوم. رآها السلطان سليمان وأغرم بها وتزوجها، وأصبحت بذلك أول جارية تتزوج سلطان عثماني، كاسرة بذلك كل القواعد والقوانين. أعلنت إسلامها وأطلق عليها اسم هرم، واشتهرت باسم السلطانة هيام. أنجبت السلطانة هرم ابنها شهزادة محمد عام 1521 ميلاديا. فاشتعلت الغيرة بينها وبين زوجة السلطانة الأولى ماه دوران. بدأت هرم بإحاكة المكائد لكي تقوم بإزاحة ماه دوران من القصر لكي تأخذ مكانها، ويأخذ ابنها محمد مكان الأمير مصطفى. استغلت هيام حب السلطان سليمان لها، وبدأت في السيطرة عليه بالتخطيط لوضع ابنها مكان الأمير مصطفى. ولتنفيذ ذلك كان عليها أن تقوم في البداية من التخلص من الوزير الأعظم إبراهيم باشا البرجلي، الرجل الأول عند السلطان سليمان والداعم الأول للأمير مصطفى في ولاية العهد. فاستغلت الحرب التي اشتعلت بين العثمانيين والصفويين، وأقنعت السلطان سليمان بأن وزيره الأعظم إبراهيم صار خطرا على سلطته، مستدلة بذلك
بمراسلة الوزير بسفراء الدول الأخرى بنفسه وباسمه، ونجحت بعد عدة محاولات بإقناع السلطان بإصدار حكم إعدام رفيق حياته إبراهيم البرجلي عام 1536 ميلاديًا. بعد ذلك أصبح السلطان سليمان ولمدة 8 أعوام في حالة من التخبط والحيرة السياسي، حيث أنه لم يجد صدر أعظم يستطيع أن يحل محل إبراهيم باشا، لكن هرم طلبت منه أن يقوم بتعيين زوج ابنتها رستم باشا في الصدارة العظمى، فأصبح بذلك يد وعين وأذن هرم الساهرة على خدمتها ومعرفتها بكل أمور القصر. استطاعت السلطانة هرم بعد ذلك إقناع زوجها السلطان سليمان أن ابنه الأمير مصطفى قام بالتحالف مع الجانب الصفوي لإطاحة والده من السلطة. اقتنع سليمان بكلامها وأمر بإعدام ابنه الأمير مصطفى عام 1553 ميلاديًا أثناء الحملة على إيران. تولى بذلك ابنها الأمير سليم الثاني عرش الدولة بعد وفاة أبيه السلطان سليمان. توفيت في عام 1558 ميلاديًا ودفنت في ضريح المسجد السليماني. قسم سلطان الجارية صاحبة الجلالة، اسمها الحقيقي أنستاسيا، ذات أصول يونانية، وقعت في الأسر وهي بعمر 16 عام، فتم إرسالها للباب العالي في إسطنبول هدية للسلطان أحمد الأول. أسلمت وأصبح اسمها قسم. تربعت على قلب السلطان، كانت ذكية جميلة فطنة. استغلت إعجاب السلطان أحمد الأول بها الذي أحبها حبا جنونيا وتزوجها، وأطلق عليها اسم مهبيكر ويعني وجه القمر. وصفها أحد المؤرخين العثمانيين قائلا: كان لون شعرها بني، ذات بشرة بيضاء وردية، لها هيبة وجلال، وعيناها رمادية تشبه عين الغزال. أصبحت الجارية اليونانية سيدة قصر طوب كابي. أنجبت للسلطان 5 أبناء هم شهزادة محمد ومراد الرابع وشهزادة قاسم وشهزادة سليمان وإبراهيم. عندما توفى السلطان أحمد الأول بدأت قسم بالتدخل في النظام السياسي للدولة، وأظهرت عشقها الشديد للسلطة، وأصبحت سيدة الحرملك الأولى بلا منازع. قامت بالتخلص من ابن درتها ماه فيروز، وبدأت تدير جلسات الديوان. قامت بشراء زمم الجيش والتحالف مع القيادات الانكشارية، وقامت بتدبير مؤامرة للتخلص من عثمان وأمه. تولى ابنها مراد الحكم وهو بعمر 11 عام، وأخذت قسم لقب السلطانة الأم، وتم تنصيبها نائبة السلطنة، وبقيت في منصبها ذلك عدة أعوام حتى قام ابنها مراد بعزلها وأمرها بالابتعاد عن أمور الحكم والسياسة. توفى مراد الرابع ولم يترك أي أولاد، فعادت قسم مرة أخرى للسلطة. في عهد ابنها السلطان إبراهيم الذي كان يعاني من الاضطرابات النفسية الشديدة، استغلت قسم ذلك لتضع يدها على شؤون الدولة، وحكمت بدلا عنه. بعد ذلك تسببت في عزله وإعدامه، وقامت بتولية ابنه محمد شهزادة وهو في 7 من عمره سلطانا على أقوى دولة في العالم. وحصلت والدته السلطانة خديجة طرخان على لقب السلطانة الأم. نظرا للكره الشديد بين السلطانة قسم والسلطانة خديجة طرخان والذي استمر 3 أعوام، قررت قسم قتل حفيدها محمد الرابع وتنصيب الطفل سليمان الذي كانت تفضله لأنه من أم أخرى، إلا أن خديجة طرخان
كشفت مخطط قُسِم، فأمرت باغتيالها بمساعدة رئيس الأغوات في 3 سبتمبر 1651 ميلاديًا. دخل العبيد جناح قُسِم سلطان ونفذوا فيها حكم الإعدام خنقًا، رغم سمعتها السيئة سياسيًا بأنها امرأة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة، إلا أنها عرفت كيف تكسب وِدّ رعاياها بالأعمال الخيرية، فكانت تؤدي ديون المعسرين في شهر شعبان من كل عام، وتدفع ديون السجناء المحكومين بسبب ديونهم، وأنفقت على زواج الكثير من البنات الغير مقتدرات، وبنيت أيضًا مدرسة وسبيل، وبذلك كان موتها حدثًا كبيرًا في السلطنة العثمانية حتى وقتنا هذا. وبكده نكون اتعرفنا على الجواري الذين كان لهن دورًا سياسيًا وتاريخيًا لن يُنسى أبدًا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.